تخيلي معايا انك عندك واحده صاحبتك بتحبك وبتثق فيكي جدا ثقه عمياء، وفي كل مشاكلها بتسمع لرايك، ودايما حتى لو هي غلطانه بتقنعها ان هي احسن واحده في الدنيا. فكرك بقى لو جيتي في مره قلت لها ان الحياه سودة، هتصدق ده ولا مش هتسمع لك؟ تعالي بقى نعكس ده على عقلك بيصدق اللي بتقوليه، فخليه بقى يشتغل لحسابك مش ضدك. عارفه انك تقدري تبرمجي دماغك على استقبال يومك بطريقه معينه، وهو بنفسه هيتصرف بناء على ده مش مجرد تفكير ايجابي، دي حاجه اسمها self fulfilling prophecy. يعني ببساطة لو قررت ان يومك هيكون حلو وهتتبسط النهاردة، مخك بيستقبل ده اوردر لازم يتنفذ، كرس كل طاقته لكده، وهيعالج اي موقف سلبي بطريقة اذكى من العادي بتاعه، واي موقف وحش بيتعامل معاه بسرعة لانه عايز يحقق المطلوب. والعكس صحيح، لو صحيت حاسس ان امتى اليوم هيخلص، كل حاجة حواليك هتبقى مزعجة حتى لو كانت بسيطة. العقل بيشتغل زي المراية، بيعكس لك اللي بتديهوله، خليه يشتغل لصالحك مش ضدك، وابدأ يومك بالبرمجة الصح. جربها النهارده وهستنى رأيك في الكومنتات. ما تنساش تتابعنا عشان تكتشف أكتر عن قوة عقلك.